اليوم الجمعة 12 يناير 2024 الموافق 30 جماد الآخرة 1445. يتساءل كثير من الناس يقولون يا زعاق شفنا الهلال اليوم واضح وجلي بعد مغيب الشمس وهو اليوم 30 وهذا ما يصير. نقول لهم لا ترى يصير وعادي والأمر طبيعي إن نشاهد الهلال اللي هو يوم 30 ليلة واحد طبيعي. هذا كثير من الأشهر نشاهده. ناظر الطيارة يا حليلة تشوفونا معي هل تومي، لأن العبرة برؤية الهلال ليلة واحد، أما يوم 30 لا عبرة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ما قال يوم 30 طالعوه، لا، وهذا طبيعي جدا. فالشهر كامل، الشهر إذا كان كامل اللي هو 30 يوم فكثير من الأشهر نشاهد القمر واضح وجلي ليلة واحد. فالعبرة هي برؤية الهلال ليلة واحد. لكن إذا كان الشهر 29 يوم يعني لا يشاهده إلا حديد البصر، هذا في الغالب. ولذلك ترى يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته اللي هو متى؟ هذا ليلة واحد، يوم 29 ليلة واحد. لكن إذا صار 30 خلاص لا عبرة للرؤية. تحياتي لكم. ترى الأمر طبيعي جدا، خاصة إذا كان الشهر 30 يشاهده. يا سلام عن السماء، وانا داخل الديرة شاهد النجوم لأن السماء صافية. وفي بعض الأشهر يوم 30 هجري ما نقدر نشاهد القمر. وش السبب؟ السبب أن القمر يدور حول الكرة الأرضية في مدار بيضاوي، فأحيانا يكون قريبا من الأرض وحركته بطيئة وقريب من الأفق، ولهذا لا نشاهده إلا بصعوبة بالغة، رغم أنه يوم 30 من الشهر، يعني مفترض يكون واضح. لكنه بما أن القمر قريب من الأرض وقريب من الأفق وحركته بطيئة لا نشاهده. وأحيانا مثل هالشهر ذا يكون 30 يوم ومع ذلك نشاهد القمر واضح وجلي مثل ما شاهدناه. واليوم الجمعة يزين كوكب البشري هذا، شوفوا وضوحه ما شاء الله. السبت أشهر يوم عند جيل الطيبين اللي هو 1/7، فجيل الطيبين اللي أعمارهم من 45 وطالع يشتركون باليوم ويشتركون بالشهر ويختلفون بالسنة. جيل الطيبين كل عام وانتم تنقصون. إيه نعم ينقصون، وحافظوا عليهم تراهم عملة نادرة. يا الله التوبة، ما بقي على رمضان إلا 58 يوم، رجب 29 يوم وشعبان 29 يوم، وكل عام وانتم بخير لكل الناس.